السلام عليكم. أنا أماني محمد. المربى دي لا هي فراولة ولا كريز، متخيلة دي مربى الطماطم. شايفين جمال اللون وجمال القوام كمان؟ يلا بينا علشان نشوف طريقتها بالتفصيل. اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعوا لمرضانا جميعا بالشفاء ولموتانا جميعا بالرحمة والمغفرة، ونقول بسم الله. انا هعمل 2 كيلو طماطم، هاخدهم على الحوض تحت الحنفية واغسلهم كويس جدا. غسلت الطماطم بتاعتي ونضفتها كويس جدا تحت الحنفية، وبعد كده اخدتها عند البوتاجاز. وعلى البوتاجاز انا كنت حاطة حلة فيها مية، ولما المية تبدأ تغلي هنزل بالطماطم بتاعتي كلها. لازم المية تغطي الطماطم كلها. وهنا انا ما بسلقش الطماطم، انا بس هسيبها دقيقتين 3. هجيبلك واحدة تشوفيها. بمجرد القشرة ما تلاقيها اتفتحت معاكي بالشكل ده اقفلي عليها النار، وهناخد الحلة بتاعتنا نصفي المية السخنة ونشطفها بمية عادية من الحنفية، علشان بس ما تبقاش سخنة قوي واحنا بنقشر القشرة من عليها. هتلاقي القشور بتتقشر معاكي بمنتهى السهولة، سواء بقى بايديكي او بالسكينة، يعني المهم ان انتي اتخلصي من القشور الموجودة في الطماطم. انا هنا عاملة 2 كيلو، انت ممكن تجربي في مقدار كيلو واحد من الطماطم. قشرت الكمية بتاعتي كلها واكمل شغل في نفس الحلة. هاخد حباية الطماطم واقسمها لنصين بالشكل ده، واتخلص من العنق الاخضر، وهتخلص كمان من الجزء اللي فيه البذور جوه الطماطم، وهقطعها لقطع صغيرة زي ما انت شايفة معايا كده. فيه ناس بتعملها بالبذور والقشور كمان، وبتعملها زي ما هي، وممكن كمان تضربها في الخلاط. لكن الحقيقة دي أكتر طريقة عجبتني في مربى الطماطم، وهي طريقة التقطيع بالشكل ده. وآدي الكمية بتاعتنا كلها بعد ما قطعناها. أما بقى قشر الطماطم والجزء اللي كنت بشيله من قلب الطماطماية ما برميهوش، أنا هحطه كله كده في البولة وهقولك هعمل بيه ايه. بس الأول تعالي نشوف هنضيف سكر قد ايه للطماطم بتاعتنا. المفروض ان كل كيلو من الطماطم له نص كيلو من السكر. انا عاملة 2 كيلو من الطماطم، ضفت 800 جرام. المفروض ان كنت اضيف كيلو من السكر، لا حطيت للكيلو 400 جرام بس، يبقى ال2 كيلو 800 جرام من السكر. وهرفع الحلة بتاعتنا على النار، وبمجرد الحلة ما بتسخن هتلاقي السكر يسيح معاكي والطماطم هتنزل المية بتاعتها. ولما تبدأ في الغليان اي ريم يتكون على الوش لازم نشيله. في البداية انا بسيب النار عالية، في البداية بيكون فيه فوران، لكن بنشيل الريم وبعد كده الفوران ده بيهدى. بعد كده هضيف نص عود من القرفة و5 6 حبات من القرنفل، وده علشان يدي نكهة حلوة للمربى بتاعتنا. وهسيبها بقى على النار ونروح لقشر الطماطم وقلب الطماطم اللي شلناه وحطيناه في البولة. ضربته بالهاند بلندر وصفيته بالمصفى بالشكل ده، وهحطه في كيس تلاجة واشيله في الفريزر واستعمله في اي وقت. ونرجع بقى للمربى بتاعتنا. طبعا في البداية زي ما قلتلك بكون معلية النار، لكن بعد كده لما المية بتنقص فيها بهدي النار عليها واسيبها تستوي على الهادي. ولما السوائل بتبدأ تنقص بالشكل ده بعصر عليها ليمونة كاملة. انت ممكن تقفلي عليها النار وهي بالشكل ده، يعني فيها نسبة من السوائل علشان تكون جوسي معاكي، وهي كده كده لما بتبرد بتتقل شوية كمان. بعد كده هننزل بنقطتين من الفانيليا، السايلة او البودرة عادي مش هتفرق، ونقفل عليها النار. وادي المربى بتاعتنا لما بردت معانا. هنشيل بقى عود القرفة وحبات القرنفل علشان بس اللي يشوفها من الاولاد ما يفتكرش دبان ولا حاجة. وفي حاجة بقى عايزة اقول لكم عليها للأمانة، دي كانت اول مرة اعمل فيها مربى الطماطم. انا حبيت ان انا اقدم فيديو اقتصادي الحقيقة، يعني هي بصراحة في الشكل والقوام رهيبة، لكن انا ما حبيتهاش قوي. هي مش وحشة، يعني اللي ياكلها ما يقولش وحشة. كل الفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب بيشكروا فيها قوي، وقرأت حتى التعليقات لقيت الناس بتحبها وبتشكر فيها قوي، علشان كده انا قلت اقدمها. لكن الحقيقة يعني انا ما حبيتهاش قوي، هي عادية جدا. يعني انا عندي مربى الفراولة احلى منها بمراحل، وده كان رأيي الشخصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.